سهم الإسماعيلية هو INFI، مش عارف هو ايه، بس المهم في الاختصارات يعني. السهم ده سهم كويس. ليه سهم كويس؟ لأنه ابن حلال ومحترم. ليه برضو ابن حلال ومحترم؟ هتلاقي قاع بيكون قمة، قاع كون قمة جديدة، قاع كون قمة أجدد. فهو سهم ماشي في السياق بتاعه المرسوم له من غير لف ودوران ولا حوارات كتير. حلو حلو. ايه اخر حاجه حصلت؟ ان انت عندك القاع ده هو القاع الوحيد الحقيقي، لان ده قاع الاوردر بلوك. ده بقى من هنا نقدر نفسر يعني ايه اوردر بلوك. بص يا سيدي، لما تلاقي 3 شمعات خضر ورا بعض، غالبا اول شمعة فيهم هي اوردر بلوك. انا بشرح الموضوع بتبسيط مخل بصراحه، بس هو ايه يعني احسن تبسيط فيهم. 3 شمعات خضر ورا بعض، منهم شمعة تكون خضرة بقوة، خضرة يعني عملت فرق رهيب، يبقى أول شمعة في الثلاث شمعات دول دي الأوردر بلوك. الشمعة اللي عملت فرق الرهيب ده دي الفير فاليو جاب، شمعة فير فاليو جاب. بيبقى دايما السوق مستهدف ان احنا هننزل بتصحيح نغطي فيه شمعة الفير فاليو جاب، وقد نلامس الاوردر بلوك، قد نلامس الاوردر بلوك. الصح 100% انك لو دخلت من عند الاوردر بلوك انت 100% كسبان. لو دخلت من عند الفير فاليو جاب احتمال تكسب واحتمال ينزل بيك شويه بس يرجع يصعد تاني. ناخد التوضيح اكتر. دي شمعة اوردر بلوك كونت قمه، القاعده لسه ما كونش قمه، لسه ما كونش قمه، لان انت شايف هتلاقي القمم قد بعضها، فيبقى القاعده مش حقيقي. القاعده اسمه ايه؟ اسمه انديوسمنت او محفز. يعني ايه محفز؟ يعني انت هتلاقي هنا تعال نرسمها بخط لان حلوه قوي، حلوه قوي دي، حلوه قوي، حلوه قوي، جايه في عزها، جايه في مكانها بالظبط. ادي القاعده اسمه المحفز. انا ليه رسمه بخط؟ بص بقى، ركز في دي، ركز هنا. انت عندك من القاعده هتبدا الناس اللي متعلمه تحليل فني تقول لك دي قمه قديمه اهي. الفيديو ده حلو قوي، الفيديو ده جميل قوي قوي قوي، في حته تعليميه حلوه. تلاقي عندك الناس اللي متعلمه تحليل فني تقول لك في قمه قديمه اهي، نزلنا بقاع لمس القمه وصعد منها، يبقى القاع ده قاع معتبر. انا من هنا هخش اشتري من عند ال 81 ويعلق اوردرات شراء. في ناس كتير هتعمل كده، ناس كتير قوي هتعمل كده. بس لازم تفهم ان انت في السوق ده مش الذكي الوحيد، ومش اي حد هيبص على الشمعات دي فيفهم فكله يكسب، استحاله. لازم اللي بيكسبوا يبقوا اقليه. فيجي لك صانع السوق يحفزك، ادي القمه القديمه اهي، نزلنا عندها وارتدينا، يلا يا حبيبي علق شراء عند ال 81.7. علق يا حبيبي شراء. تعمل انت فيها الناصح، تقول لا انا هشتري عند ال 81 يا ولا يا فتيك يا واد يا مؤمن. تلاقي كل ده ما بيحصلش، وكل القاعات دي بتتضرب وانت تخسر، تخسر 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 لحد ما تقف خسارتك. ننزل الاوردر بلوك الاصلي عند ال 74، تلاقي السهم منه رجع. ترجع انت تعيط وتقول البورصه كلنا بنخسر فيها، دول ناس نصابه، دول ناس مش عارف ايه، بيخسروني وبعدين يصعدوا. يعني الكلام ده كلنا قلناه، هم بيخسروني الاول ويطلعوني من السهم يجيبوا وقف خسارتي وبعدين يصعدوا. الكلام ده مش حقيقي، انت اللي دخلت من نقطه غلط. فتلاقي هنا دي منطقه اسمها الانديوسمنت. يعني ايه انديوسمنت؟ يعني المنطقه دي صانع السوق بيحفز الناس ان هم يخشوا منها، بس هي منطقه غلط فالناس تخش تخسر فيسحب سيولتها. يعني ايه يسحب سيولتها؟ يعني انت هنا حاطط اوردر شراء وناس كتير حاطه، اروح جاي نازل بيك وعامل ديل كبير كده او شمعتين حمر لحد ما اوصل للاوردر بلوك الاصلي، او اسحب سيوله المنطقه دي. يعني ايه؟ يعني في ناس كتير قوي عاملين اوردرات، اخسرها كلها، اخليها كلها تخسر، كلها تخسر، واصعد من المنطقه الصح من عند الاوردر بلوك او عند الفير فاليو جاب. الاكيد ان الشمعه دي هتنسحب، شمعه ال 81 دي هتنسحب وننزل تحتها، هننزل لحدود الاوردر بلوك ده، الفير فاليو جاب ده قصدي، او الاوردر بلوك ده. لما ننزل لهنا بعد ما ننزل تحت ال 81 نبدا نشوف هل المشترين ظهروا تاني ولا لا. يعني هل بدا يظهر تغير شخصيه من هنا ولا لا، ولا تمسك للون الاخضر ولا لا. وفي الغالب هننزل الاوردر بلوك ومنها برضو نشوف هل المشترين دخلوا تاني ولا لا، وساعتها نقدر نخش السهم. بس الاكيد ان السهم لسه صاعد لكنه هيسحب سيوله الانديوسمنت دي عند ال 81. الفيديو ده طول مني بس كان لازم يطول لانه في حته تعليميه مهمه قوي قوي قوي، اتمنى الكل يسمعها. وبس، وهننزل عند ال 74 ومنها نرجع نصعد تاني.